نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والده عبد الرحمن. الحاله بتاعت عبد الرحمن عيب خلقي. انا قلقانه طبعا عشان خاطر ابني. طبعا انا اشكر مؤسسه فذكر، واشكر كل واحد هيساعدني في عمليه عبد الرحمن، ويا رب يا رب يقدرهم كده على كل خير، لان فعلا احنا محتاجين المساعده بتاعت كل واحد ولكل طفل في مصر ولكل طفل في مصر. أنا بدعي لكل واحد وكل واحدة وكل إنسان حس بيا وحس باللي أنا فيه دلوقتي، لأن أنا أم. كان مولود بعقبة خلق، وبعد كده عملت له العملية دي مرتين، مرة وعنده 6 سنين ومرة من 3 سنين. المرة التانية آخر مرة بقى لها 3 سنين دلوقتي، ورجعت تاني. مؤسسة فذكر ناس دلوني عليها. أنا اتصلت بهم يوم الخميس، يوم الجمعة ردوا عليا قالوا روح اعمل التحاليل على طول. عايز اعملها دلوقتي عشان مستقبله، عشان ما يكبر مش عارفة يعملها. وربنا يجازي كل واحد على تبرع لعبد الرحمن. نتمنى للناس تتبرع أكتر عشان حالة عبد الرحمن والحالة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، واللي يتبرع بفضل الله جزاه الله كل عنده كل خير، عشان الأطفال بتاعتنا، أطفال مصر. عبد الرحمن من بورسعيد 8 سنين تقريبا، عمل عملية إصلاح التشوهات الخلقية في الأعضاء التناسلية 3 مرات وتفشل. حضرتك لما يجي يعمل حمام ما بيعرفش يعمل حمام، لازم يلبس بامبرز أو حفاضة. لو راح المدرسة ما يقدرش يعمل حمام في المكان المخصص في التواليت، لازم على جنب ولازم يبقى لوحده، فعامله له مشكله نفسيه رهيبه جدا. خلاص انا مش عايز اروح المدرسه، انا مش عايز انزل اروح الشارع، انا مش عايز اروح عند طنط، مش عايز اروح عند جده. ليه؟ عشان الحمام وعشان المشاكل اللي بتحصل، مشاكل كبيره جدا. احنا هنا بنبدا في الحاله دي عند 6 شهور، يعني لازم نبدا عمليه الاصلاح عند 6 شهور. هم اتاخروا شويه. المشكله هنا لو ما اتعملتش بالعمليه بتاعت عبد الرحمن هيكون للاسف غير قادر على الزواج والانجاب. يعني مش هينفع يتجوز، للاسف مش هينفع يخلف اذا ما اتعملتش العمليه. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.